السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات بشرى ام ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. والفيديو ديال اليوم يلاقيكم في احسن الاحوال بحول الله. اليوم البنات غادي نحضر معكم محبوبه الجماهير اللي هي ريش بوند، اللي كتجي خفيفه ورطبه وغزاله. البنات كتذوب في الفم بمقادير جد بسيطه وبدون زبده. بقوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو. في واحد الاناء البنات كندير 2 كيسان ديال السكر سنيده و2 كيسان ديال الزيت العبار بالكاس ديال العنبه اولا اي كاس عندكم متواجد في البيت. المهم الكاس اللي تعبروا به السكر عبروا به الزيت. هنا درت 6 ديال البيضات و2 ديال الاكياس من السكر الفانيليا، وكل وحده كتوزن 7 ديال الغرام، واحد رشيشه ديال الملحه. خلطت مزيان ثم بديت كنضيف الدقيق، درت عليهم واحد 2 الاكياس نتاع الخميره ديال الحلويات. كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه، وكنتحصل على واحد العجين اللي كيكون رطب هكذا وما كيلتصقش في اليدين البنات كيف ما كتشاهدوا معايا. صافي هنا كنبقى نشكل كويرات اللي كيكونوا صغيورين البنات، نصغروهم على قد جهدنا باش هكذا لحقاش هما غادي يزيدوا يتنفخوا في الفران. من بعد نديرهم في هذه الصينيه نكمل معكم كيف ما كتشاهدوا. دخلتهم للفران من بعد ما طابوا، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. صافي كنوجد هنا المربى. هنا المربى من الاحسن البنات تشريو داك القاصح وطلقوه في النار، ديروا عليه شويه ديال الماء وزيدوا له شويه ديال السكر وديروه يتطلق. هذاك راه طبيعي زوين، بعدا فيه داك الطروفه ديال المشماش كيكون زوين. اما هذاك الاخر البنات فقط راه غير الماء والنشا وداك النكهه ديال المشماش، راه ماشي مربى، هذاك راه غير النشا البنات. صافي وهنا كورتهم في الكوك كيف ما كتشاهدوا كيجيو رائعين البنات، غزالين رطبين بدون زبده. كنتمنى ينالوا اعجابكم. الا عجبكم ما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم وبارطاجيو البنات مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده مع الجميع. ولاول مره كتزور القناه نتاعي، مرحبا والف مرحبا. كنتمنى دائما انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى اللقاء في وصفه اخرى.